القاهرة تقدم السياحة المصرية في الجون، برنامج من إعداد إيهاب عباس وسهى عزمي. أصدقائي الأعزاء، وصل إلى القاهرة اليوم أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي في زيارة تستغرق عدة ساعات لإعلان مشاركته في الترويج للبرنامج المصري للسياحة العلاجية تور أند كيور، والموجه لمرضى الكبد في جميع أنحاء العالم. أصدقائي، يتوجه ميسي خلال زيارته القصيرة إلى مصر نحو الأهرامات، يصحب العديد من الشخصيات العامة وكبار المرشدين. تأتي زيارة ميسي في أعقاب إعلان 4 دول رفع حظر السفر عن المقاصد السياحية في مصر، وهي السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك، واستئناف العديد من الدول الأخرى لطيرانها بشكل شبه منتظم إلى المقاصد السياحية في مصر. أيضا تمثل زيارة ميسي خطوة بالغة الأهمية للترويج لمنتج السياحة العلاجية التي تعد أحد الكنوز السياحية غير المستغلة وغير المكتشفة حتى الآن، حيث تحتل مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية، مما يجعلها مقصدا لراغبي الاستشفاء في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء، وتأتي زيارة اللاعب والنجم العالمي ميسي لتؤكد أن مصر آمنة ولديها سواعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وفقا لمعايير الجودة العالمية وبعقاقير مصرية، حيث تم وضع خطة لجذب ملايين السائحين من خلال السياحة العلاجية واكتشاف الأماكن الواعدة في مصر في مجال الاستشفاء البيئي، منها حمام فرعون وعيون موسى وراس سدر في سيناء وسيوة في مرسى مطروح، والآبار الكبريتية والعيون في الوادي الجديد والواحات البحرية ومحافظة أسوان، إضافة إلى أنه تم تطوير منطقة سفاجة وتحويل مستشفى سفاجة لمركز طبي للاستشفاء البيئي. أصدقائي الأعزاء، وفي الدقائق التالية تلتقي الزميلة سهى عزمي والخبير السياحي الدكتور إلهامي الزيات حول كنوز مصر في السياحة العلاجية. طبعا لازم نعرف الحدود اللي ممكن نبيع فيها. احنا اللي عندنا متفوقين في السياحة الاستشفائية اللي هي زي مرض الصدفية، مرض الروماتيزم والروماتويد في أسوان، رملة أسوان ورملة سيوة. السياحة العلاجية عندنا طبعا بعض المؤسسات، لكن احنا عاوزين برضو ان احنا بعد ما نكفي المواطنين نبتدي نفكر في السياحة العلاجية، لان ما عندناش مؤسسات كتير زي مجدي يعقوب وزي الحاجات المحترمة جدا اللي ممكن ناخد فيها ناس. طبعا ميزة مجدي يعقوب انه في منطقة سياحية، المستشفى بتاعته يعني اللي هي أسوان، وفي نفس الوقت منطقة جميلة وجافة وبتمتاز بحاجات كتيرة قوي قوي. فالسياحة العلاجية كويسة، بس لازم ننهض بمستوى كل المستشفيات اللي عندنا عشان نقدر نبتدي بيها، لأن عندنا منافسين كتير قوي في السياحة العلاجية. يعني ألمانيا نمرة 1 طبعا في السياحة العلاجية بتنافسنا، أمريكا، فرنسا، لأنها مورد غالي للدخل. لازم نتجه بقى لحاجة جديدة في السياحة العلاجية اللي هي سياحة التجميل، يعني جراحة التجميل. جراحة التجميل دي ممكن نعمل فيها شغل كبير قوي، لأن مصر تمتاز بأسعار معقولة، وبعدين الدكاترة نفسهم بيفرض عليهم ضرائب عالية جدا، وهم عندهم زباينهم دكاترة التجميل في الخارج، فلو واحد جه هيجيب زباينه معاه. فدي لازم سياحة نفكر فيها بجدية، لأنها
بتجيب فلوس ودخل كبير قوي قوي. والمره دي طبعا ميسي حدث كبير انه يجي، لان بويول كان طلع وميسي ما زال بيلعب، فطبعا الناس الكاميرات كلها بتوجه اليه، وكل الناس بتستعمل هذه الوسيله للاعلان عن بلدها او للاعلام عن بلدها. وطبعا دي وسيله كويسه جدا، لان بتدي مؤشرين. واحد، كونه انه جه، فدي معناها ان مصر بخير، ان الامن مستتب، والا ما كانش المدرب بتاعه ولا النادي بتاعه يسمح له انه يجي، لان ده لاعب يعني مش ما فيش منه اتنين. الحاجه الثانيه ان انتشاره على البتاع بيقول تعالوا مصر، يعني نفس وجوده حتى من غير ما يقول الكلمه وجوده. وده اللي انا يمكن في محاضرات كتيره قلت لازم يبقى عندنا احداث كتيره مشابهه، مش شرط كلها تكون لعيبه كوره، بس يكون في احداث مشابهه، لان هي دي اللي هتخلي الناس تغير الصوره اللي عندها عن البلد، ودي مهمه جدا جدا. احنا البلد بخير واحنا شايفينها انها بخير وفي تقدم كل يوم، لكن لازم ابلغ الصوره دي للمجتمع الخارجي، للناس، ودي المهمه جدا. فكل ما كان النجم او النجم المطرب او اي حاجه منتشر عالميا، كل ما انا كسبت العمليه دي. فان شاء الله هيكون خطوه موفقه، وباذن الله يعني احنا بدينا نشوف شويه خطوات في السياحه الثقافيه، يعني لسه ما فيش في السياحه الشاطئيه زي ما في السياحه الثقافيه، لكن باذن الله في القريب العاجل هنلاقي الاثنين رجعوا ان شاء الله. اهم حته عندنا هي اللي بتعالج، ودي يعني ميزتها اللي هي الرمله بتاعت اسوان ورمله سيوه، مش اي حته تانية. دي بيدفنوا الناس فيها في الرمله، بتعالج الروماتيزم والروماتويد. طب ايه بقى ميزه السياحه دي؟ ان المده اللي بيجوها طويله، والتامين بيدفعها، يعني ممكن يجي 28 يوم، مش هيجي ل5 ايام. ف 28 يوم دي فتره كويسه. وبعدين دي ربنا مدينا الطبيعه، يعني الرمله دي حاجه طبيعيه، يعني بقول لك الغردقه ما فيهاش نفس الرمله، اي حته ما فيهاش نفس الرمله، هي رمله اسوان. ودي يعني كان في دكتور مصري عامل ابحاث كتير عن هذه العمليه. زائد ان شركات التامين او الحكومه نفسها في البلاد اللي فيها رطوبه عاليه ومطر زي النرويج والسويد والدنمارك بيساهموا في هذه الرحله، فبالتالي الاعباء بتخف عن الراجل اللي جاي. اهم حاجه بقى ان احنا نخلق حاجه تملى له وقت فراغه، لان ده هيجي يقعد 28 يوم، مش هيقعد 4 ايام. فلازم نلاقي له نوع من التسليه في اسوان او في سيوه، والمنطقتين جاذبتين يعني بدون شك للسياحه، بس لازم نحاول نلاقي حاجه ترفيهيه في هذه المناطق، لان ده مش عيان بقى لازم يعني عجل او بتاع، ده راجل مريض بالروماتويزم او الروماتويد ودي بتشفيهم. يعني عاوزين نبص للسياحه للمستقبل. يعني السياحه احنا لما نقول هذا الكلام ونردده ده كويس، بس ما اقدرش انتظر بكره ان يجي لي سياحه، لازم استنى شويه وابتدي اشتغل على هذا الموضوع. يعني مش هنفتكر ان عشان قلنا كده الناس هتيجي، لا، الناس مش واقفه طابور منتظر. فاذا اللي هيخليهم يجوا ان انا اردد هذه الرساله بصفه مستدامه، يعني مش مره واسكت، لا، لازم بكره وبعده وبعده وبعده. وبعدين كنا ما احنا نجحنا، لازم اعمل قصه نجاح. ازاي احنا قضينا على، مش قضينا يعني الى حد كبير، قضينا على فيروس سي، لان عندنا علاج وعندنا اراده، لان احنا كان عندنا ناس كتير قوي عندهم فيروس سي، كانت النسبه عاليه جدا، 8% من المواطنين، و8% من 90 مليون، يعني رقم كبير. فكنا ان احنا توصلنا الى هذا، فدي قصه نجاح. لازم بقى الحدوته تبقى قصه النجاح، يعني نبتدي نردد قصه النجاح، ازاي نجحنا وازاي الادويه ساعدت وازاي المنتج المحلي ساعد، لان دي كلها حاجات بتدخل في المنظومه. وبعدين انتظر بقى رد الفعل على فترات، يعني كل ما نشرنا هذه الرساله كل ما زاد عدد السائحين اللي هيجوا يتعالجوا، لو احنا ده هدفنا.
أصدقائي الأعزاء، تحدثنا مع الخبير السياحي الدكتور إلهامي الزيات عن الشق السياحي في زيارة ميسي، وبقي الشق الرياضي، ونلتقي مع المحلل الرياضي الأستاذ مصطفى الكيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده القاهرة يعني بتعيش حدث رياضي عالمي من العيار الثقيل زي ما بنقول في عالم كرة القدم. زيارة تاريخية طبعا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا أو فريق برشلونة العالمي الإسباني. طبعا مردود الزيارة أولا من الناحية الإنسانية طبعا حاجة جميلة جدا إن نجم عالمي زي ده لما كل نجوم العالم تشوف اهتمامه بجزء كبير من البني ادمين مصابين بمرض خطير جدا بيهدد البشريه كلها، فيروس سي. طبعا دي حاجه جميله جدا بالنسبه لي. انا طبعا انا شايف ان دي هتبقى لفته هتعود نجومنا. احنا عندنا طبعا مجموعه كبيره بداوا دلوقتي يخرجوا في الانديه الاوروبيه ويحترفوا. لازم اللعيب او النجم يعرف ان في يعني مشاركه مجتمعيه. لازم يبقى في مشاركه مجتمعيه في القضايا الاجتماعيه اللي بيعيشها كل بلد. والقضية مش قضية شهرة وفلوس بيتحصل عليها النجم وبيعيش كده بس يعني في معزل عن مجتمعه أو عن شعبه. نمرة 2 طبعا النهاردة ليونيل ميسي لما هيجي ومعمول له بروجرام عالي جدا، برنامج عالي هيزور فيه أماكن كتيرة جدا، أماكن سياحية في مصر اللي احنا طبعا بنفتخر بيها إن ده تراثنا ورصيدنا الحضاري اللي بيقدمه للعالم. اولا ليونيل ميسي يعني في لحظه من اللحظات ممكن بدون مبالغه تلت العالم او خمس العالم او ربع العالم، سمي زي ما تسمي، بيتفرج عليه في لقاءاته وعنده صفحاته بتاعه التواصل الاجتماعي. طبعا ممكن بدون مبالغه برضه يوصل لرقم رهيب، يوصل مثلا مليار بني ادم على مدى مثلا ايام او اسابيع يشوفوا يعني او يتابعوا زيارته دي وهو في الاهرام، بيشوفوا الاهرامات جنب ابو الهول، ماشي في شوارع القاهره، يعني حاسس بالامان، حاسس بكرم الضيافه من الشعب المصري، حاسس بالاهتمام. يشوفوا القاهره وجمالها، يبصوا على نهر النيل. المسائل دي كلها بصراحة هتفرق كتير جدا جدا جدا، وخاصة ان احنا عندنا نجوم كبار قوي في العالم. احنا برضو في انتظار ان هم ان شاء الله يتشجعوا بعد زيارة ميسي وبعدين هتفتح افاق يعني لمجالات كتير. اللي مش هيقدر يجي من النجوم دي يوم ميسي ما يعمل دعوة للتبرع مثلا، هيتلم ملايين الدولارات، يتبني اكتر من مستشفى في اكتر من مكان يعني داخل جمهورية مصر العربية، وحتى لو خارج مصر في شعوب افريقية برضو بتعاني. واحنا يعني مش هنقدر ننفصل عن اشقائنا الافارقة، لان برضو اللعيبة الافارقة كتير منتشرين في المجتمعات الاوروبية، هيتشجعوا من زيارة ميسي ومن لمه او دعوته للم مثلا الاموال دي. أصدقائي الأعزاء، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج السياحة المصرية في الجون. بشكركم وبشكر محمود الشناوي من الهندسة الإذاعية، وكل التحية لمعدي البرنامج سهى عزمي وإيهاب عباس، ولكم كل التحية مني إيمان علو.